بعد كده انت قرفت من اوبر، اشتغلت ايه؟ انا مركز بنسبه 90% مع ديدي، خاصه بعد نادر زيرو. جدا ولا حد، بس هو اكيد عشان الزيرو عموله. بعد الزيرو عموله كمان ربطتني بيها اكتر. قبل الزيرو عموله انا كنت شغال ديدي وكريم، وكريم كنت باخد منها رحلات حلوه جدا، القط كام رحله كده في اليوم. انا النهارده مع ديدي عامل اكتر من 3500 رحله وانا لسه ما كملت السنه. ليه؟ انا بنقي الرحلات بحسبها. هو اهم حاجه خلي بالك تنقيه الرحلات دي، عشان في ناس اللي هو بيشوف بس مجرد ان شاف رقم 100 كده على الابلكيشن يروح طاير. انا دايما بحذر الكباتن الجديده. طبعا الكابتن جديد وبيبدا شغلانه جديده، وكل واحد وراه قصه عشان يبقى سواق في الابلكيشن. مش كلهم كانوا سواقين، اللي كان صاحب شركه واللي كان. فطبعا عايز ياكل عيش. انا دايما يعني الحمد لله يعني عندي حسابات رياضيه في دماغي تبقى جاهزه دايما. انا دايما في الاوقات العاديه بدرب المشوار الكيلو في 4 جنيه، وفي اوقات الزيرو بدرب المشوار مينيمم 5 جنيه. جه احسن من كده، احسن من الاربعه واحسن من 5 على دماغي. لو جالي حتى في نظام فيليكس اقل من الاربعه انا بطلب مينيمم من الاربعه. ليه؟ انا شايف ان دي التكلفه الفير من وجهه نظر انا. كل واحد حر. ابص الاقي مثلا مشوار جاي 25 كيلو ب 84 جنيه، لما تيجي تقسمها مش ايه ده يا دوبك 3 جنيه ولا 3 جنيه وربع. طب دي شامله ايه؟ وبعدين برضو انا ما بعرفش اخش اي منطقه. يعني في مناطق كتير جدا بالنسبه لي في بالنسبه لناس ثانيه حلو. انا يجي لي يعني ساعات بيجي لي مهندسين بولاق، انا خايف بقى اكون بولاق دكرور بجد. أيوة أيوة. بروح رافضها ما انا اقول لك وهو رايح المهندسين. في نقطه كويسه جدا انت قلتها دلوقتي، بتقول انا عندي حسابات جاهزه. ما هي دي الفكره، ان انت لازم تبقى فاهم والحسابات بتاعتك جاهزه. لو انت مش متعلم كده او انت مش عارف كده، اتعلم ان انت تكون كده. انا بحاول انصح الكباتن الجداد، لان الكباتن القدام خلاص يعني الزمن بقى يعني ايه، حقراتهم في الشغلانه. أيوة. وفهمهم. لكن بالنسبه للكباتن الجديد انا بنصحك دايما خليك في حسبه في دماغك، جاي لك المسافه كام كيلو متر، الكام كيلو متر دول في حدود كذا. انا ببص الاقي يا جماعه نظام فيليكس السعر اللي بيجي لك ده اقل من السعر المظبوط، عشان كده بيجيب لك 3 اسعار كمان وبيضيف لك اخرى لو عايز تزود على ال3 اسعار. فالكباتن بتروح ايه، قبول. يا ابني انت خدت الرحله باقل من سعرها الطبيعي. انت لو نفس الرحله دي خدتها وصلني برضو من دي هتلاقي مثلا 20 30 40 جنيه فرق في الرحله. العميل بيتذاكى يقول لك انا ادفع ليه 40 جنيه الفرق في الرحله، لا انا اخد فيليكس وارخص. طول ما الكباتن بتقبل، انا يوم الخميس لا يمكن اقبل مشوار فيليكس، ولو قبلت مشوار فيليكس لازم مثلا يكون 1.5 1.7. انا ما اقبلش فيليكس في الايام اللي فيها شغل او في اوقات الذروه غير بريت. من غير ريت الله يحييه. اما غير كده انا خدام اللي بيطلب وصلني. اللي بيطلب وصلني ده راجل محترم بيطلب سعر فير، يقبله يرفضه. فواضحه. نظام فيليكس من ضمن عيوبه بيعمل ايه، بيعمل حزازيه ما بين العميل وبين السواق من قبل ما يركب. ليه؟ هو في وجهه نظره ال 80 جنيه اللي طلعت ده السعر الفير، فانت لما تطلب 95 يبقى انت بتسرقه في 15 جنيه. مع ان هو انا عندي اسعار مثلا لغايه 105 مثلا، انا خدت 95 لان انا شايف مثلا مشوار 19 كيلو في وقت الذروه ففي 5 جنيه يبقى 95. او شايف مثلا مشوار مثلا 23 24 كيلو في الوقت العادي مش ذروه فقلته ب 95 جنيه. فهو بيجي يركب معاك وهو متحفز. لو انت خدت السعر الاقل انت بتركب معاه وانت متحفز. فاهمني؟ فانا بقول ارجو من الكباتن الجداد ان يراجعوا نفسهم، لان النهارده قطع الغيار ما بترحمش. أيوه. والكاوتش والبطاريات ما بيرحموش. بس كده اسعارهم غاليه جدا جدا. انا النهارده بروح اجيب بليه عجل، بليه كنت بجيبها ب 150 جنيه و200 جنيه، النهارده بجيبها ب 600 جنيه. وتدفع لك مثلا 60 70 جنيه عند الخراط، تدفع لك 100 جنيه الميكانيكي، دخلت في 750 800 جنيه عشان تغير حته بليه. ما غيرناش الموتور، ما شلناش حاجه كبيره. فانت لازم تعرف ان انت شغال ابلكيشن بتهلك العربيه، بتعمل لك مش اقل من 80 ل 100 الف كيلو في السنه، وده مش الطبيعي بتاع العربيه. فتلاقي العربيه بعد كام سنه عيت معاك ليه؟ لان انت حضرتك شغال اكتر من الطاقه بتاعتها. فلازم يكون عندك جزء بتشيله